بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع للمجتمع. هو ليه عدد الأطباء بدأ ينقص في مصر؟ وبقالها سنين الأطباء بتهاجر وبتسافر تشتغل برا مصر. كان في بريطانيا الفترة بعد الكورونا عشان كانوا محتاجين دكاترة، كانوا عايزين ممارسين عام بس، وكان لدرجة ان الاخصائيين يعني ممكن اخصائي يبقى اخصائي نساء اخصائي في مصر لا يروح يشتغل ممارس عام بالبكالوريوس ويهمل تخصصه عشان يشتغل في بريطانيا. ليه؟ ايه اللي بيحصل في مصر نخلي الدكاترة بيتفاشوا كده؟ لازم نعرف يا جماعة الاسباب عشان نعالج، ما نقعدش نقول اي كلام. طيب انا بقول لكم الموضوع من وجهة نظر الدكتور. رقم واحد ان الدكاترة في مصر مش مؤمنين. يعني زي ما شفتوا موضوع دكتور دهب كده، اي حد ممكن يخش يصور، اي حد يدخل المرافق بتاعه، اي حد ممكن يكسر يضرب. مفيش كان زمان في نقطة فيها ضابط وفيها امين شرطة في كل مستشفى تأمن، محدش يقدر يعمل كده، يروح على النقطة على طول. كان الموضوع فيه رادع. دلوقتي شالوا النقطة دي من المستشفيات، شالوا الموضوع ده. بقى تضطر تتصل بالنجدة بقى بعد ما الموضوع يحصل، وعقبال ما النجدة تيجي يا عالم كان يكون حصل ايه. قلت لكم حدوته يعني. كان في قبل كده عاملين خط الساخن للاعتداء على الفريق الطبي يتصل بيه، فمرة اتصلت بيه انا، كان في مشكلة عندي في المستشفى، لقيته بيقول لي ايه اللي حصل، حد ضربك، حد مش عارف ايه، بياناتك. اديته بياناته قلت له بياناته ايه؟ ما هو الراجل انا مش عارف بياناته، هو بس بيتهجم عليا عايز يضربني وكده. قال لي لا، اما يضربك الاول تجيب لي بياناته وتبلغني. انا قلت له ده انت مش خط ساخن، ده انت خط بارد. دي المشكلة الأولى، هو الرئيسية. المشكلة الثانية كمان إن الدكتور مش مقدر ماديا. الدكتور في أي بلد، حتى اللي مش هقول لكم البلد الخليج ولا البلد الأوروبية، لا مش هقول لكم الكلام ده. هقول لكم في الصومال اللي هي فيها مجاعات متتالية، أو في الأراضي المحتلة، فلسطين المحتلة اللي فيها ضرب كل شوية، بياخد من 1500 ل 2000 دولار شهريا. بتقول ايه؟ انا بقول لكم بياخد من 1500 ل 2000 دولار شهريا في المجاعات، في الاحتلال بياخد المبالغ دي. طيب في مصر ما قدرتوش هو بالخليج ولا كلام من ده، بياخد من 140 ل 200 دولار شهريا. كمان انا حاسبه على دلوقتي الدولار وصل ل 54 55، انا حاسبه على 50 قديم، ياخد من 140 ل 200 دولار على حسب بقى هو لسه متخرج ولا درجة أولى ولا درجة ثانية ولا الدرجة كام. الفرق شاسع جدا يا جماعة، الفرق شاسع جدا. طيب يا سيدي وصلوا إن شاء الله لل1000 دولار، حتى وصلوا حتى لل1000 دولار، اعمل له كادر خاص. وده طبعا هيخليك تتكلم ان لازم ميزانية الصحة تزيد، الموازنة بتاعت الصحة تزيد، موازنة الدولة. وده طالب بيه الأطباء كتير وطالب بيه النقابة كتير، ولكن مفيش حاجة بتتغير. يعني انت 200 دولار دول يعني أقصى حاجة، ولو انت بقى بتتنطط وتشتغل في مستوصفات أو في مستشفيات أو فتح عيادة أو مش هتجيب غير زيهم مثلا. يعني انت بتطحن في مصر ليل نهار عشان تجيب 300-400 دولار
شهريا، ليل نهار، شغل صبح وشغل ليل، وبره بتشتغل شغلانة واحدة ممكن تاخد عليها 1500 دولار. فلازم الحاجات دي تتحل لو كان في رغبة حقيقية ان الأطباء يفضلوا قاعدين في مصر والعدد يبدأ يبقى كويس. أطباء يعني أكيد ليهم أسباب، مش عايزين غاويين يتغربوا عن بلادهم مثلا يعني. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.